مرحبا بالجميع. فجأة دون سابق إنذار أصبح المنتخب الذي يخرج من ربع نهائي الشان أمر عادي لا يحتاج إلى انتقاد. فجأة وحين تتغير المفاهيم أصبح إقصاء المنتخب من الشان بفوز 1 و4 تعادلات أقرب إلى الإنجاز. لماذا؟ لأنه لم ينهزم. فجأة وبدون سابق إنذار أصبح خروج منتخبنا من شان لم تشارك فيه لا مصر ولا تونس، وبصغار السنغال، وبمنتخب درجة ثانية لجنوب إفريقيا، وبصغار السنغال أمر عادي لا يحتاج إلى أي انتقاد. أصبح المنتخب الذي لم يفز لا على النيجر ولا على السودان وغينيا لكم أن تصنفوا بطولاتهم، إن كان للبعض بطولة أيضا لأنها متوقفة والبعض يشارك في بلد آخر. هل هذا الإقصاء مشكلة مدرب؟ مشكلة اتحادية؟ أليس من الإجحاف لكن أيضا بالمقابل أليس من الإجحاف أيضا أن نضع هذا الإقصاء فشل كلي لكرة القدم الجزائرية؟ أليس من الإجحاف أيضا أن نضع هذا الإقصاء وهذا الإخفاء فشل للمدرب لوحده؟ أليس من الإجحاف أن نعيد هذا الإقصاء أن نصنفه إلى اتحادية لم يمر على تعيينها أو انتخابها أقل من 2 عام فقط؟ أليس من الإجحاف أن نحمل مدربا جيء به لفترات فيقال بأنها مناسباتي حتى نحمله مسؤولية كاملة لهذا الإخفاق وهذا الفشل؟ لكن أليس هي الحقيقة بأننا لا نضع لا مشروعا ولا استراتيجية واضحة ونبذر المال بشركات تقدموا للخلف؟ أهلا وسهلا. طرحت أسئلة نحاول الإجابة عنها من شقين، لا نحمل أي طرف لهذه المسؤولية، لكن طرحت من هنا وهناك فمن يتحمل هذه المسؤولية؟ أم أننا نغلق الملف بعد هذا البرنامج ثم لا نتحدث عن هذا المنتخب ونأتي به إلى كأس العرب، فشلنا وأنجزنا حققنا إنجازا نتحدث عنه، ثم نأتي لكأس إفريقيا، وهكذا دواليك تسير كرة القدم الجزائرية. إن سمحتم أبدأ مع كبيرنا، إن سمحتم طبعا محمد مهوبي، في رأيك كيف تصف هذا الخروج من دور ربع النهائي بالنسبة للمنتخب؟ خروج وضعنا له هدف هو اللقب، لكن خرجنا من ربع النهائي، كيف ترى ذلك؟ خروجنا يعني كي تشوف اللعب أو أشياء أخرى بالطبع يعني سي جوست تري جوست، ولكن واش تنتظر من منتخب اللي يتكون في فترة صغيرة وما كاش أهداف تاع المنتخب يجوز المنتخب خاصة من الفئات الصغرى لهذا السن؟ هذه هي اليوم. لم أفهم الجملة الأخيرة. أي أهداف تتحدث عنها؟ بمعنى أنك كل الفرق اللي شاركوا خاصة الناس اللي راهي موجودة في دور النصف النهائي أو اللي خرجت عندهم أهداف، وهي منها مدغشقر، وهي أنك اللاعب اللي عنده قيمة وعنده إمكانيات يكمل في التكوين حتى يوصل هذا السن. هذا هو الهدف تاع الناس اللي راهي تشوف وين راهي رايحه. يعني اصبحنا نعطي مثال بمدغشقر، صح؟ بالطبع. وانا احسن شيء اليوم هو مدغشقر. ممتاز. خالد، كيف تصف هذا الخروج؟ البعض يعتبره امرا عاديا مثل ما راينا، البعض يقول لك هذه هي حالنا منذ زمان، بالنسبه بطولتنا ضعيفه لا ننتظر اي شيء، وهي نفس الصوره ونفس النغمه التي اسمعها منذ سنوات طويله. لا حكيم، لو كان شاركنا بهذا المنتخب المحلي في كأس افريقيا يعني تاع المنتخبات الاولى كان يمكن ان نصف هذا الخروج بالعادي، ولكن احنا شاركنا في الشان في بطوله إفريقية نعلم بأن مستواها متواضع جدا مقارنة بكأس الإفريقية اللي نشارك فيها في المنتخب الأول. أكيد هي صفعة كبيرة جدا للمنتخب الجزائري المحلي الذي شارك بنخبة من أبرز لاعبي الدوري المحلي الذي تصرف عليه الملايير. شاركنا بنخبة من لاعبي أفضل النوادي، يعني شباب الوزداد، مولودية الجزائر، اتحاد الجزائر، شبيبة القبائل، يعني كانوا السواد الأعظم للتشكيلة الوطنية في هذه القائمة التي قلنا بأنها تنتقد وتحترم في الوقت نفسه، ولكن أكيد هناك عدة خيارات. الطاقم الفني يتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية التي بسبب هذه النتائج، بسبب الأداء المقدم. تصور حكيم فزنا بمباراة وحيدة، 4 تعادلات مع منتخبات مجهرية. تصور أنه نقول البطولة الجزائرية صحيح ربما ضعيفة إن قورنت بدوريات أقوى بإمكانيات أقوى، ولكن احنا نتحدث عن دوري النيجر، دوري السودان اللي ما عندهمش حتى بطولة يعني. ومن المغالطات التي انتشرت بعد الإقصاء أنه السودان الكرة المحلية السودانية قوية من خلال ناديي المريخ والهلال، ولكن الهلال لما تشوف التشكيلة الأساسية مثلا للهلال السوداني
مكونة من عدة أجانب، أغلبهم أجانب، ولهذا هنا تكمن المغالطة. وبالتالي لم نفز على منتخبات مجهرية، لم نفز على منتخبات نفوقها في كل شيء، في القيمة السوقية للمنتخب، في الإمكانيات. المنتخب حضر في أفضل الظروف. تقول لي منتخب مؤقت، حتى المنتخبات الأخرى حكيم مؤقتة، لأنه ما كاش تواريخ فيفا خاصة بالمنتخبات المحلية. ونعلم بأن الكرة المحلية الإفريقية متواضعة جدا، بدليل أنه الكاف يعني خلقت هذه المنافسة لتطوير الكرة المحلية الإفريقية، ولكننا نعلم بأن أفضل المنتخبات لا تشارك. مثلا المنتخب التونسي لا يشارك، المنتخب المصري لا يشارك، وحتى المنتخبات المشاركة تشارك بمنتخبات شابة تقريبا تمنح الفرصة للشبان فئة أقل من 23. لماذا توجه سهامك مباشرة، أو ليس سهاما، لماذا توجه انتقادا واضحا لمجيد بوغرة ولا تقول بأن هذه مشكلتنا بأننا لم نتأهل منذ زمان؟ هذا ما يقوله البعض. بطولتك بطولة ضعيفة منذ زمان، لماذا مجيد بوغرة هو فقط من يتحمل هذه النتيجة؟ لأنه المسؤول الأول، المسؤولية تكليف وليس التشريف حكيم، لأنه المسؤول الفني الأول، لأنه يعرف البطولة، لأنه استفاد من أبرز اللاعبين على مستوى الأندية تشارك. صحيح نقول البطولة الجزائرية ضعيفة، ولكن هذه الأندية حكيم تشارك في كأس إفريقيا. يعني النادي الرياضي القسنطيني بلغ نصف نهائي كأس الكاف، اتحاد الجزائر بطل إفريقيا قبل عامين، شباب بلوزداد ومولدية الجزائر يصلان إلى دور المجموعات، إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. لكن لا يمكن أن نبالغ في ضعف هذه البطولة. ضعيفة أي نعم، لو شاركنا في كأس إفريقيا، ولكن احنا شاركنا في الشان فقط حكيم. يعني منافسة متواضعة المستوى أمام منتخبات مجهرية. هل يعقل أن الدوري الجزائري قد يكون أضعف من جنوب إفريقيا أو من الدوري المصري أو الدوري التونسي، ولكن هل الدوري الجزائري وصل إلى درجة أنه يكون أضعف من الدوري في النيجر أو في غينيا؟ الأمر غير مقبول. أريد أن أسمع رأي عبد العالي عاشوري. ما رأيك في كل ما حدث؟ تخرج أمام منتخب السودان في ربع نهائي، وضعت هدف هو التتويج بهذه البطولة منذ البداية، وهو ما صرح به مجيد بوغرة. أين رأيك يسير حول هذا الإخفاق؟ والله نظن أن الأخ خالد عبر على كل شيء. أنا نشوف بأنه المشاركة أو هذا الإخفاق هذا ليست صبعة جديدة. أول حاجة سي با لا بريمير جيفل كون ريسوا. زيد حاجة أخرى، السؤال مطروح: ماذا استفدنا من هذه المشاركة فقط؟ ما هو الهدف من المشاركة؟ لو كما قال خالد شاركنا ولا رحنا لعبنا بالمنتخب الأولمبي اللي نحضروا عن طريق مثلا الأهداف اللي راح تكون من أجل هذه المشاركة، وهو الترويج كما قال سي محمد، أنه لكان متذكرين المنتخبات أو الفئات الشبانية للمنتخب السنغالي كامل، لاعبين كامل موجودين في أوروبا، لعبوا بالفئات الشبانية واستطاعوا باش يروجوا لهذا الشباب، وراحوا هذو الشباب ومضاو عقود احترافيه. ضيف على ذلك حنايا اون فا با تيري سور لومبيلونس، دوك ماشي دوك خلاص خسرنا دوك، لا اسمح لي، احنا رانا رياضيين ونعرفوا سواء اعلاميين او رياضيين او لاعبي كره قدم، كاينين لاعبين عبد الحكيم احسن من هذو اللي شاركوا. اكيد كاين افضل، بطولتك تنتج افضل من ما عندهم. لا احنا افضل من اللاعبين تاعنا نتكلم. اختيار بوغرة، الاختيارات لم تكن صائبة تريد القول؟ لا نعم. أي الأسماء اللي تشوفها أفضل مما يتواجد هناك كثير في كثير الأسماء؟ احنا نمشيو مثلا النادي الرياضي القسنطيني اللي كما قال خالد وصل إلى نصف نهائي الكأس الكونفدرالية الإفريقية. عندنا ذيب هو كان أحسن لاعب في الدوري تقريبا في مرحلة الذهاب بدون منازع. الظهير الأيسر بعوش. كاين لاعبين في مختلف الأندية الجزائرية. احنا لو شاركنا بالمنتخب الأولمبي وحضرناه المنافسات الافريقيه اللي جايه ممكن هنا حتى ونخسروا ما كسر، لكن احنا عندنا بطوله يصرف عليها الملايير، فيه لاعبين هم يتقاضوا $100,000 للشهر هنا في الدوري الجزائري. رانا نشوفوا يعني هذا المستوى مستوى كارثي. احنا لو نرجعوا لو مالي لي بلو بروفون عبد الحكيم، المرض او الفيروس راهو لتحت خلاص، ماهوش غير في المنتخب المحلي او في بوغرة. احنا المشكل تاعنا اننا طون كون با دو سونتر دو فورماسيون، مادام ما عندناش، مادام ما راناش نكونوا كما راهو يكونوا المنتخب السنغالي. احنا لماذا السؤال المطروح الثاني، لماذا المنتخب التونسي كما قال خالد والمنتخب المصري رفضوا باش يشاركوا؟ على بالهم ما عندهم حتى فائده من عند المشاركه. احنا مع نهايه الموسم الماضي بعد ايام يستدعي بوغرة لاعبين يديهم
يلعب بهم. انت واش راح تنتظر من هذا كما قال الشيخ هذا هو واقعك، هذه هي بطولتك، هذا لا ماشي لا يقول لك هذه هي بطولتك، هذا القول. تخطيط، هذا ان بلان تاع الاتحاديه تاع المدرب كان قادر يدي لاعبين احسن من هذا، وكان قادر يمشي حتى لا فاز فينال. اعطيتني اسم واحد، انا عطيتك ذيب ابراهيم، اعطيت لي ابراهيم ديب فقط، فقط هو من سيغير وجه منتخب على السودان بزاف يغير كاين لاعب واحد يكون. نعم تفضل. كاين رياض بودبوز لاعب بقيمه رياض بودبوز من بين اغلى اللاعبين اذا كان الهدف، لانه من الواجب ان نحدد الاهداف شيخ. اذا كان نمشيو باش نفوزوا بالكاس نديو الافضل، وبودبوز من بين الافضل. إذا عندك رياض بودبوز في الدوري الجزائري وتستدعي لاعبين ما يلعبوش حتى أساسيين في نواديهم حكيم، هنا تكمن المشكلة، لأنه استدعينا لاعبين ناقصين منافسة، لاعبين عائدين من إصابة على غرار مرغم مثلا اللي أقحم في منصب غير منصبه، مثلا هو جناح، بوغر لعبوا شيخ في منصب صانع الألعاب يعني خلف قلب الهجوم وهو عائد من إصابة، في حين أنه لاعبين جاهزين في منصب صناعة اللعب على غرار ديب، على غرار عوجان أيضا لاعب مستغانم، على غرار رياض بودبوز قلت لك، وسيل أبو علي أيضا. هناك العديد من اللاعبين أفضل بكثير من اللاعبين، لأنه حكيم ما شاركناش بالأفضل في هذه المنافسة على أساس أنه استهدفنا اللقب، ولكننا لم نستدعي الأفضل، واستدعينا لاعبين مصابين وما يلعبوش حتى اساسيين في نواديه. اين تسير كمال؟ طبعا اي توجه؟ البعض يقول لك ما اراه من على جهه اليمنى يقول لك على انه المشكله كانت في الاختيارات والاسماء لم تكن جيده، هل فعلا مشكلتنا كانت في الاسماء؟ لم نعطي الافضل في هذا الشان؟ الاهداف لم تكن واضحه واضحه كانت الاهداف، قال لك روحوا اللقب. ايوه تحدث عن الفوز، تحدث عن التتويج، واختار يعني احسن العناصر التي يراها مناسبة وقادرة على التتويج، والتتويج لم يتم ولم نظهر يعني المردود المطلوب، يعني كان المردود يعني متوسط إلى ضعيف، خاصة في المباراة الأخيرة. يقول لك المهم يعني لم يعني هو اختار يعني العناصر الخبرة وقال لك بلي راح ندي هذه البطولة هذه يعني، وفشل. يعني يجب تحمل المسؤوليه ويتحمل المسؤوليه تامه، لانها راهي دوره مغلقه، راح يستهدف في اللقب، ما داش اللقب وما مشاش حتى يعني ادوار بعيده، والمردود كان ضعيف. يعني لو مشينا بعناصر وكاين وما عطاش الفرصه للمواهب الشبانيه تبرز في البطوله، كاين بزاف مواهب شبانيه، كاين شباب ظهر في البطوله، مانيش حاب نمد اسماء، صح كاين مواهب شبانيه ظهرت في البطوله، مثلا كاين لاعب شباب القبائل بوجمعه يقدر يروح، ما عطيناش الفرصه باش نحضروا جيل واحد اخر، يعني ما هي يعني راح باش يدي وما مشاش في البطوله هذه. المردود كان ضعيف. خرجنا من دور يعني من الدور الثاني الربع النهائي، يعني يتحمل هو المسؤوليه تاعو تامه، مادام هو سطر اللقب كهدف يتحمل المسؤوليه تاعو كامله. هل يمكن استاذ مهوبي، هل تصف بانه اداء مستوى المنتخب بشكل عام بانتصار واربع تعادلات كان اداء سلبيا على طول؟ هل فعلا لم يتم تغيير بالنسبه لفكر او وجه المنتخب طيله الاربع مباريات او 5 مباريات؟ شوف يعني اليوم نتكلموا على النتائج وعلى الوجه، انا خارجين عن النطاق، بمعنى كنشوفوا الناس اللي راهي تعمل عالميا وافريقيا خاصه، الناس اللي تعمل على المدى الطويل. اليوم اعاده اشياء كثيره، اعاده بعض كيكولوا على لو سبور دو ماس اللي تغلب على لو سبور دو كاليتي دو فورماسيون. لو ترافاي دو سبور دو ماس اليوم وين وصلت، وين كاين بعض الفرق اليوم ما عندهاش وين تدرب، ويجيو فرق من الحومات يدخلوا وياخذوا الميدان ويستولوا على الميدان وهم يتدربوا، وفرق اللي المفروض هما اللي يمدوا اللاعبين احسن لاعبين سواء للكره الجزائريه او للمنتخبات الجزائريه ما يقدروش يدربوا. شيء اخر سي مهوبي، هذا انت تتحدث على انديه شبيبه القبائل واتحاد العاصمه والمولوديه ومولوديه وهران وشباب قسنطينه وكل هذه الانديه اللي يعني نعطي لك من الشرق والغرب والجنوب فيهم، ويتدربوا بشكل عادي وعندهم استاد كبار وعندهم اموال وعندهم انا اتحدث لك على الفرق الاولى اللي متكون من هذا المنتخب. انا لو سير التوجه اخر ونروح للعمق، انا اتحدث عن منتخب شارك نقول بافضل ما لديه. واش راك تقول؟ راك تتكلم على الفيترينا، لا فيترين هي الفرق الاولى، المنتخب الاول لكل فريق. هل سمعت باللي منتخبات في هذه الفرق هذوما الشبان تاعهم ما عندهمش يدربوا؟
وكان ماشي عندهم امكانيات. كاين فرق اليوم عندهم امكانيات مثل مدينه الجزائر او اتحاد العاصمه او شباب بلوزداد اللي عندهم لي ترونسبور وعندهم وين يدوا اللاعبين وعندهم وين يكريو دي تيران بعيد وبعيد بزاف، سواء في زرالدا او في بومرداس او هذه نتكلم لك على فرق الجزائر العاصمه. نفس الشيء تروح تمشي لقسنطينه او تمشي للوهران او تمشي مدينه وهران باش يدربوا اليوم. خلينا نكمل كلامي او لازم لا شوف اليوم نعطي لك مثال صغير فقط. المنتخب الجزائري اللي كان مع رمان اللي فاز بالبطوله رزق رمان، نعم رزق رمان U17 نعم U17 اناطوف لاعبين مثل هادو شحال عندهم اللي خلصت الكاس العربيه؟ 4 سنوات 3 سنوات يصبح الولد في عمره على الاقل 19 او 20 سنه. لو عندنا تخطيط وهذاك الفريق شدوه سواء بنفس المدربين او الناس اخرين، يعني هذاك الشيء اخر وقاعده العمل. مشكلة في التخطيط، هذا واش حبيت تقول لي؟ التخطيط بمعنى نعطي لك فريق تاع سبليت ونعطي لك الفريق تاع 86 تاع الجزائر اللي خاصه اللاعبين اللي كانوا كلهم من الجزائر واحسن لاعبين في اوروبا يجوا بحلب ولاعبين اخرين. اليوم هذوك اللاعبين كيفاش كانوا؟ ما كانش عندنا الامكانيات اللي ما عندنا، ولكن كي تشوف لو فوليوم دو فورماسيون تاع هذوك اللاعبين كان كي يدخل الميدان واحد ما يجينا. طيب انا اليوم عندي ما عندناش هذا الشيء. السي محمد هوبي اليوم عندي انا فاز تعادل معايا النيجر وتعادل معايا السودان وتأهل وتعادل معايا جنوب افريقيا بفريق الدرجه الثانيه. كيف تصف بطولتهم وتصف انت بطولتك اللي عندك لاعبين بشركات تضخ مال وبلاعبين انا نقولوا درجه اولى وبلاعبين تهاتفوا عليهم اكثر من مليار؟ انا حبيت نفهم. انا نجاوبك. حبيت نفهم فقط، انا ما نقدرش نفهم. انا نجاوبك. اللاعب اللي موجود في السنغال ولا اللي موجود في النيجر ولا اللي موجود عنده لو فوليوم اورير تاعو يلحق على الاقل 3000 ساعه. الشاب تاعو من يكون من براعم وهما نشأوا مدارس كره قدم بالتدريب. سي محمد هوبي تحدث لي على النيجر اللي تحدثت معاه. نتكلم لك على النيجر اللي راهم اليوم. انا بالمناسبه رحت للنيجر، انا مانيش شفت كما تشوف انت، مانيش عارف انا الامكانيات اللي عندنا ولا احصرها في النيجر فقط. نتحدث على السودان ما كاش بطوله. اليوم السنغال مثلا السنغال شيء اخر. لا السنغال عندك سير اخر اللي انت تمشي عليه من اللاعبين. انا نتحدث واش عندنا مع من واجهت. انا نقول لك واش مع من واجهنا وعلاش اليوم رانا نبانو ضعف يعني دون ان كوان ماشي ضعف. طيب بمعنى اليوم اللاعب الجزائري ما عندوش ما يلعب برا، ما عنده يلعب لي تيران فاغ، ما يلعب في التورنوا، ما يتدرب كفايه التدريب. اليوم التدريب ماشي كيما بكري. اليوم التدريب واش تكون سي اليوم اللاعب يا با دو كونتينيتي دون لا فورماسيون. طيب ممتاز. حولت توجه النقاش الى شيء اخر. فنيا هل كنا ملاح؟ فنيا لعبنا مليح. شوف فنيا قدمنا شيء. هل تغير وجهنا من المباراه الاولى الى المباراه الخامسه؟ اريد ان افهم. تغير وجهنا. المقابله الاولى دخلنا بقوه ضد الفريق المنظم. كانت عنده هو امبرسيون مع الشعب تاعو وانهزمنا، وهو فريق ضعيف من الجانب النفسي. كي تسجل عليه هدف ما يقدرش يولي في المقابله. يلعبوا مليح الفريق الاوغندي، ولكن شفناهم حتى في الدور الربع نهائي تسجل عليهم هدف مستحيل انهم يعودوا. رحنا المباراه الثانيه هذه رحنا للمباراه الثانيه وين لعبنا بالفريق اللي عندنا ولعبنا مقابله مليحه ضد فريق جنوب افريقيا وخرجت بتعادل. ولكن هل هادو هما اللاعبين وهذه هي التخطيط بالنسبه للكره الجزائريه باش تمثل الكره الجزائريه والمحليه؟ انا ما نلومش بوغرا جابوه في 3 شهور الاخيره. بوغرا دخل في ان ستاج ولا دي ستاج ولا لازم له يروح يلعب. بالمناسبه قبل المهمه وقال هدف التتويج على حساب اللاعبين اللي فاز بهم في البطوله العربيه، وقال نعرفهم. بعض اللاعبين اللي جابهم قال لهم نعرفهم. هل اللاعبين يعرفهم في الفتره هذيك ولا كما قال الاخ ما همش يلعبوا وعندهم دي بليسير؟ المشهد تاعنا وين شفتوا تغير؟ مثلا يقول لك البعض على انه المنتخب الذي يتغير قلت لي من مباراه الى 5 مباراه يحقق نتائج افضل منها. شوف المنتخب الجزائري
في العمل تاعو خاصه كمجموعه خرجوا من بطوله شاقه وين اللاعبين ما خداوش الراحه، والحمد لله اللي اون با يو سو دو بليسور بوكو دو بليسور في الكومبيتيسيون. هذه وحده. خرجوا من فتره في نهايه جوان، نعم. وكاين بعض الفرق اللي كملوا البطوله في كاس الجمهوريه حتى 5 جويليه، وبعدين مشاو مباشره للتشان. الفتره هذه ما مشاوش للشام، كاين ناس راحت المالديف، راحت كاين اللي داو عطله شيخ. داو عطلات. مش تو عطله، عطله واش من العطله اللي خدوها. كي تشوف نتايا تلعب في الصيف، بارك الله فيك، تلعب انت في الصيف في شهر جوان تلعب 3 مقابلات بطوليه تاع بطوله ولا 4 مقابلات كل 3 ايام، ومن بعد اللاعب تعطي له ان روبو. اسكو تعطي له ان روبو اكتيف ولا ان روبو باسيف؟ معظمهم راحوا الباسيف، معظمهم واللاعبين تاع المنتخب وين راحوا الروبو اكتيف، خداو ربما يومين او 3 الله اعلم، وبعدين بور لو مانتيان دو فورم على حساب البرنامج اللي اعطي لهم من طرف الناخب او المحضر البدني تاع الفرق باش يدخلوا التربصات يكونوا على الاقل 70 ولا ب 60 ولا ب 50%. صرا فيه مقابلتين طبيعيتين ضد الشلف وضد الصورة. شلف لعبنا ضد موريتانيا. موريتانيا والصورة بارك الله فيك. بعدين مشينا البطولة الافريقية. نعم. دخلنا في مقابلة وين كانت لافون فيزيك وكان الضغط على الفريق الخصم. بعدين بداو تعادلات مش من جانب البدني فقط، خاصة لا بريسيون اللي كانت عندهم انك رايحين تفوزوا بكأس افريقيا. هذه واحدة. اللاعب دور من ينقص هذه الضغط؟ نعم، دور من ينقص هذا الضغط على لاعب من المفروض محترف، من المفروض لو في قمة المستوى، من المفروض شوف دور من؟ شوف كاين اشياء اللي يعرفها الا المدرب، الا الناخب. الا الناخب، هل اللاعبين هذو قادرين انهم يتحملوا 100 كيلو ولا 70 كيلو في فتره مثل هذه؟ محمد اسمح لي، هذا اللاعبين اللي خداهم بوكرا سي دي جوا شوفروني، هذو لاعبين ما عرفتوا قولهم يعني 30 31 سنه، ما عرفتوا قولهم. لا واش تقول تري جوست بصح ماشي دون جو سونس وين يعني هل يقدر لا بريسيون. لا بريسيون شوف يا une réalité du terrain. La réalité du terrain c'est la fatigue, c'est le seuil de fatigue. C'est le seuil de fatigue. كي تطيح في السوي دو فاتيغ في فتره مثل هذه صعيبه. شوف كاين فترتين ونوعين، نهايه البطوله وبدايه البطوله. ولكن هذه نهايه بطوله وبدايه بطوله على كل الناس اللي لعبنا معاهم، مع كل المنتخبات. كاين ناس انت لعبت معهم، تعرف المنتخبات اللي لعبت معاهم؟ نعرف طبعا، هذا ما اردت قوله. يعني انت لم تلعب مع السنغال اللي عنده ربما استراتيجيه واضحه. حتى السنغال لو كان لعبنا معاهم لعبنا مع فريق ربما الثالث، لان اللاعبين الاحسن اللي كانوا في السن هذا 7 ولا 8 مشاو ما بين بلجيكا وهولندا. طيب اعود اليكم لتفصلوا لي اكثر طبعا بعد الفاصل ان سمحتم. نذهب الى فاصل، بعد الفاصل مشاهدينا برنامج تساؤلات متواصل معكم للحديث بعد اقصاء المنتخب الوطني من ربع نهائي الشان الاخير بعدما وضع هدفا للتتويج. اقصينا ونحن نتحدث مع عبد العالي عاشوري وخالد معزوزي وكمال مراد وايضا محمد مهوبي. اجدد بكم التحيه. اريد ان اتي اليك، اعتقد باني بطولتنا ضعيفه، هذا ما يقال. انت واحد من المشهد طبعا الذي تاتي باللاعبين ويغادر اللاعبين في هذا المشهد. البعض يسوق على انه لماذا تنتقد بهذه الطريقة؟ منتخب خرج وليس لأول مرة يخرج، أنتم تخرجون لأن بطولتكم أو لأن بطولتنا ضعيفة منذ زمان. هذا هو التسويق الحقيقي، هذا الكلام الحقيقي لما يحدث، لأننا ليس لنا مشاريع، نحن نخرج لأن ليس لنا بطولة قوية. هل يمكن القول هذا؟ عبد الحكيم، قبل ما نتكلم عن المنتخب سواء المحلي أو المنتخب الأول لازمنا نتكلموا على النوادي. احنا لو نرجع اخي في كل مره نتكلموا انا وياك على النوادي، لو نرجع لهيكله النوادي الاورغانيغرام نشوفوا ما كان حتى نادي في الدوري الجزائري يحترم هذا الاورغانيغرام، ما كانش. نشوفوا رئيس كي نتكلموا ما نقولوش رئيس مجلس الاداره او المدير العام، نقولوا رئيس النادي ومعاه مدير رياضي. مدير رياضي كما كنت نحكي انا وخالد، ولازم يكون ولد الفريق. احنا في الجزائر لازم يكون اونسيان جوار، ما لازمش تجيب من برا، تجيب من برا ما يحبوش.
راك فاهمني. حنا نعاودوا نرجعوا كما قال سي محمد، ما عندناش لي سونتر دو فورماسيون. نعاود دوك نجاوبك على السؤال اللي طرحته لمحمد، ما هو الفرق بيننا حنا وبين المنتخبات؟ ابار المنتخب الجنوب افريقي اللي فتنا في المستوى يعني خير احسن منا من المستوى الفني والامكانيات الماديه. بالمناسبه مثل ما يقول لي دائما خالد حين استضيفه بانه هذه الدرجه الثانيه، لا هذه الدرجه الثانيه. احنا الابار قلت لك المنتخب جنوب افريقيا اللي يكون احسن منا سواء من الناحيه الفنيه ولا من الناحيه الماديه. اما المنتخبات الاخرين احنا عبد الحكيم هذه المنتخبات اللي انهزمنا منهم رانا نجيبوا من عندهم لاعبين الدوري الجزائري. احنا احسن منهم الا في الامكانيات. احنا راني قلت لك عندنا لاعبين راهم يتقاضاو معليش على بالي مليار للشهر و500 وهذيك، هما ما عندهمش هذا المبالغ، لكن عندهم كما نقولوا احنا بالدرجه عندهم حبات، عندهم لاعبين. احنا احسن منهم الا على المستوى او على مستوى الامكانيات الماديه. اما بالنسبه للدوري رانا نقدر نقول لك رانا كيف احسن، رانا نفس المستوى عندنا. وفي بعض الاحيان لو نتكلموا مثلا على الدوري الغيني وين كاين حافيه كوناكري، وين كاين رانا نجيبوا ثاني جبنا بونغورا من حافيه كوناكري، راه في المولوديه احسن لاعب صح خالد. ليس مبررا مقنعا بشكل كبير لاننا ناتي من عندهم نجيبوا لاعب او اثنين تقول لي على انهم لا عندهم بطوله افضل. ما عندهمش بطوله افضل. قلت لك احنا عندنا نفس البطوله، عندنا دوري ضعيف راجع لعده اسباب. من هذه الاسباب احنا صافي دوبوي لونطون رانا نتكلموا على مراكز التكوين ما عندناش. نشوفوا الان الاتحاديه راهو جابوا مدير فني، راهم بداو يخموا شويه، بداو يخطوا على مستوى المنتخبات، لكن كان من الافضل انه المنتخب الجزائري ما يشاركش بهذا اللاعبين، خليهم خلصوا الدوري. من تفرض عليه المديريه الفنيه هي تقول بانكم لن تشاركوا بهذا المنتخب؟ والله ما عندي علم. هذه اريد ان اسال لما قلت لك هل من المفروض ان المديريه الفنيه هي اللي تقول؟ ممكن المديريه الفنيه عندها راي، وممكن المدرب يقول لك انا ممكن ناخذ هذا الكاس على حسب الهدف المسطر. لا قبول نمشي لكاس العرب بهذا وندعموا ببعض ولكن الحكيم نكمل كلامك عبد العالي. بوغرة قال بصريح العباره انه سيشارك في كاس العرب بمنتخب مختلف، بمعنى انه منتخب شان 2024 طبعا النسخه المؤجله هو منتخب مؤقت فقط. والهدف كان هو التتويج، ولهذا اعتقد انه الهدف من كان وراء المشاركه بهذا المنتخب هو اكيد المدرب الذي يتحمل هذه المسؤوليه، يعني باش ما كما قال عبد العالي ما نتيريوش شغل امبيلونس. ولكن للاسف حكيم نحن ندفع ثمن خيارات كانت خاطئه وخيارات غير موضوعيه لم تستند الى اي معايير فنيه. اسمح لي اقول لك انه نحكيو مثلا على خيار تعويض بن خماسه في خط الوسط بلاعب جناح لم يشارك مع فريقه وسجل هدف واحد طيب في الموسم. اعتقد انها اساءه لبقيه اللاعبين الذين تالقوا على مدار الموسم، لانه يد لنجيستيس حكيم في لي شوا كي تشوف لا ليست. حكينا على لا ليست وانتقدنا القائمه رغم احترامنا لها، لانه في الاخير المدرب هو الذي يختار، ولكن يا بوكو دانومالي في هذيك لا ليست. طيب فيه تصريح لمجيد بوغرة ندعم به ما قاله خالد معزوزي حول رد تصريح مجيد بوغرة انه خرجنا دون خساره وكاس العرب ستكون فيها عديد من التغييرات. اعطيني التصريح. Le problème, c'est que j'avais pas le troisième attaquant. J'en avais que deux, c'était Mahiouz et Sofiane, donc on les a donnés. Après, vous savez, on savait que ça allait être un match un peu compliqué dans le sens que le Soudan avait un jeu direct, avec que des longs ballons, et donc ça crée des espaces. Nos milieux de terrain devaient venir au second ballon, donc pour reconstruire c'était un peu compliqué. On est tombé un peu dans leur jeu. Les seules fois où on a posé le ballon, qu'on essaie de construire et trouver les espaces, on a réussi à faire des choses, des occasions. Mais voilà, ça c'est des matchs compliqués sur une équipe qui était solide, costaud physiquement et perturbant dans les longs ballons. Et des fois c'était même abusé. Mais en tout cas voilà, on les félicite parce que... Écoutez, ouais, c'est vrai que ce Chan, ça m'a donné l'opportunité aussi de faire on va dire un scouting, de regarder qui pourrait être susceptible de venir à la Coupe arabe. Mais c'est sûr qu'il y aura beaucoup plus de joueurs que la dernière Coupe arabe. C'est ce que je leur ai dit. Il n'y aura pas toute l'équipe, c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, il y a des joueurs... De toute façon, dans l'attitude, dans ce qu'ils ont montré, je suis content de tout le monde. Même des remplaçants qui n'ont pas pu jouer. Franchement, ils ont été irréprochables, toujours là. Dans l'ambiance, ils étaient magnifiques et je les remercie. Après la Coupe arabe, ouais, donc là, septembre, on ne va pas faire de stage, c'est sûr, on va commencer à partir d'octobre. Et puis novembre, donc on aura 2 dates pour se concentrer sur la Coupe arabe qui sera
une autre compétition, un autre level, un autre environnement. Après, voilà, comme j'ai dit, la seule chose positive de cette compétition, c'est qu'on est toujours invaincu. خالد أعود إليك. طبعا بالنسبة لي هذه المنافسة ستكون عدة تغييرات طبعا، والمهم أن المنتخب لم ينهزم. تبرير مقنع؟ تصريح غريب وعجيب جدا من المدرب، لأنه وكأنه لا أقول يستهزئ بالناس اللي يسمعوا له. أنا بوغارا نحترمه كثير وكان لاعبي المفضل في المنتخب الوطني، يعني ما عنديش قميص للمنتخب الجزائري من غير رقم 2 اللي كان يحمله بوغارا، ولكن نتحدث عن المدرب، عن هذه القائمة التي شعرت شخصيا لما شفت القائمة وكأنه أحد يستهزأ بي، لأنه نتابع البطولة حكيم ورانا فاعلين في المشهد الرياضي. من غير المعقول أن تشارك في الشام بتلك القائمة أولا، ثم تقول لي أنه بعد الفشل تقول لي أنه المهم ما خسرناش. يعني هذه مغالطة كبيرة. أعتقد أنه الفشل ذريع، لأننا شاركنا، لم نشارك في الكان، شاركنا في الشان فقط، مثل ما قال لك يعني عبد العالي، هذه شان فقط حكيم. بطولة متواضعة المستوى. النسخة الوحيدة التي حظيت باهتمام إعلامي وجماهيري هي نسخة الجزائر، لأن الجزائر أرادت أن تثبت للكاف آنذاك أنها جاهزة لاحتضان كأس إفريقيا، وبالتالي شان الجزائر كان بمثابة البروفا قبل الكان. للأسف الكاف يعني كانت لها خيارات أخرى، نعلم الأسباب، ولكن الجزائر أكيد كانت تستحق تنظيم هذه المنافسة القارية. بالعودة إلى المنتخب المحلي، أعتقد أنه بوغارا متناقض في تصريحاته، تناقض صارخ من خلال القائمة، من خلال خياراته غير المفهومة، من خلال أيضا القول بأن المنتخب سيشارك بتشكيلة مغايرة في كأس العرب. أعتقد أنها فيها مغالطة كثيرة، والغريب أيضا حكيم أنه يتحدث بثقة كبيرة أنه باق رسميا على رأس العارضة الفنية للمنتخب المحلي، في حين أنه فشل في تحقيق الهدف. طيب، تحمل مسؤولية فقط لمجيد بوغرا. واضح بأنه تصريحه قال لك فيه الكثير من الاستهزاء، لأنك أنت تفشل، تخرج من ربع النهائي وكنت وضعت هدف اللقب، هذا في نهايته يقول لك فشل. تتحدث على أسماء لاعبين، تقول رح نغير في كأس العرب أيضا وكأنك مقتنع من البقاء. هل مشكلتنا فقط كانت في بوغرا، أما أننا لم نخطط من قبل، لم نضع أي استراتيجية؟ كما قال الإخوان، نحن لا نطلق على سيارة الإسعاف، ولكن هذا واضحين. نحن نتحدث عن خروج منتخب. نقيم المدرب من خلال الدورة ومقارنة بالأهداف اللي حددها. قال لك نمشي كأس إفريقيا باش نديها للشام، باش نديها ما فازش بالشان، المردود كان ضعيف، اللاعبين خيارات لاعبين لم ما عطيناش فرصه للمواهب شبانيه باش تبرز، وما ديناش الكاس. مقارنه بالاهداف كما قال لك المدرب انا ما خسرتش. تقنيا من حقه المدرب يقول لك انا ما خسرتش، التقني ما يتكلمش مثلا كما الاعلامي، ولا من حقه يقول لك انا ما خسرتش مباريات، وان شاء الله كي يتحاسب يقول لك هي الصوره التي اوصلتنا. ولو انه هذه هي، عفوا على المقاطعه، تقنيا يعني تقنيا سمح لي حسابات خالد ارجوك دقيقه. هذه هي الصوره التي اوصلتنا الى خروجنا من الدور الاول في كاس افريقيا لمرتين، اننا لم ننهزم في 100 مباراه و200 مباراه، وخرجنا في مناسبته والمثال لكاس العالم. هو عنده هذه الصوره التي يقولها من حقه يدافع على نفسه كتقني، يقول لك انا ما خسرتش مباريات ولو انه اقصيه. هذه يعني يقدر يدافع. يريد بامكانك يعني تدخل. ماذا تريد ان تقول حول؟ قلت لك الناس يضحكوا علينا كي يسمعونا نهضروا بسات مانيير سانسيرمون، باسكو الشعب الجزائري يعرف كره ويتبع ويعرف. انت مقصى يا اخي، خرجت وما لحقتش الهدف تاعك تقول لي ما خسرتش. لا يعني انت كي دير تقييم كاين امورات ايجابيه وامورات سلبيه. واش هي الامورات الايجابيه؟ ما انت خرجت. هو بالنسبه ليه هو غدوه ان شاء الله يعني منتخب، نعطيك مثال حكيم، يعني منتخب كيحمل التقرير تاعو تقنيا، يقول لك انا يا لعبت مباراه سجلت هكذا درت هذا. التقرير التقني، نعطيك التقرير التقني في هذه الحاله. التقرير التقني انه فاز في مباراه واحده من اصل 5 مباريات. التقرير الفني انه خرج في ربع النهائي والهدف كان التتويج بالكاس. طيب. يعني منتخب في ميزك، اسمح لي حكيم، تتكلم عن الخطيب في ميزك، يعني المنتخبات التي تقصى في الدور الاول من اي منافسه مغلقه سواء المونديال او الكان ب3 تعادلات في الدور الاول. يعني بالنسبه لك حصيله ايجابيه هذه. انا نتكلم عن حصيله ايجابيه مادام المدرب المنتخب اقصيه، مادام المدرب اقصيه مقارنه بالهدف. نتكلموا على اقصاء، الاقصاء هو فاشل. ولكن المدرب تقنيا لديه حسابات تقنيه. اريد ان اشرك. نعم، اريد ان اشرك محمد هوبي جدليه اخرى. نحن نتحدث، ما تقييمك انت ايجابيه وسلبيا؟ سلبيا خرجت، انت فاشل، انت خرجت من الربع النهائي وضعت هدف لم تصله. ايجابيا ماذا خرج من المنتخب؟ ولا شيء. ولا شيء. ايجابيا ولا شيء. ايجابيا ولا شيء، بمعنى لو خذينا فريق شاب ومشينا وخرجنا بهذا على الاقل اللاعبين هادو يدوا خبره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، بما انك انت اللي رفعت التحدي وقلت مقابله ونوصلوا للنهائي والهدف تاعنا، وقتاش الجزائر فازت باي
كاس افريقيا او بطوله او شيء اخر او ميداليه افريقيه خارج في كره القدم خارج الوطن ما عدا مصر ما عدا مصر بعد انهزام يعني جل المنتخبات واصبحنا احنا الاقوى كان عندنا فريق قوي صح. ولو اننا لعبنا ضد السنغال في النهائي. اليوم الانسان يتكلم بصراحه ويقول باللي هذا المنتخب اليوم على حساب الاهداف اللي كانوا عندنا وعلى حساب الكلام اللي تكلمناه وعلى حساب اشياء اللي ما شفناهاش المنتخب خرج باشياء ماشي ايجابيه وهي السلبيه، بمعنى انك ما عندكش لاعبين اخرين اللي رايحين يمشيوا للمنتخب الاول او تقدر تحضرهم. بارك الله فيك شيخ. هذا هو الكلام. بارك الله فيك. انا ما نحوش على لانه مثلا في 2011 شيخ اسمح لي صحيح لم نتوج بالشان مع عبد الحق بن شيخه ولكن ذلك المنتخب قدم 5 لاعبين شاركوا في مونديال البرازيل اللي هم طبعا حارس زيمامو شارك في التصفيات، المدافع سعيد بالكلام، عبد المؤمن جابو، اسلام سليماني وهلال سوداني اللي كان هداف نسخه السودان وبالكلام. شوف هذه نقطه حساسه وايجابيه. اليوم المكون والمربي مش المدرب، خاطر كاين فرق ما بين مدرب ومكون اللي يحوس على النتائج تحت 19 سنه. نعم احسن ليه انه يخليه. طيب اريد ان نذهب مره اخرى. تحدثنا واضح احنا ما زلنا رانا في 2000 داخلين 2026 مازلنا نتكلموا بالعاطفه. علاش نتكلموا بالعاطفه؟ حنا وكريتيك با ماناش ضد بوقره، منا ضد حتى اي شخص. ما قاله خالد معزوز حاجه فريده برك خلينا، ولكنها تنتقد، ليس واحد فوق الانتقاد. بارك الله. حنا اسمح لي حنا ما ننتقدوش هذاك النقد هذاك الهداف. شو معايا الحكيم اي واحد كون يسال في الفوتبول التقييم لهذه المشاركه فاشله، مشاركه خرجنا كيقول لك ما خسرناش. لا انا نظن من حقه يقول لك ديجا ما يضحكوش علينا، ما نضحكوش علينا الناس. احنا رانا الجزائر، رانا المنتخب الجزائري خرجنا هذه مشاركه فاشله، تقييم سلبي، خرجنا لان شاركنا بالمنتخب الاول. طيب عبد العالي عاشوري، انت انتقاد بوقظه واضح، خيارات فنيه ما تحدثنا عليها، الا ترى بانه مشكلتنا من زمان نحن لم نجتهد، لا نسطر اي شيء برؤساءاتنا من كره القدم، بشركاتنا، حتى من اتحادياتنا السابقه واللاحقه، واللي رانا نعيش في حالة ربما عدم تنظيم واضح من زمان. أتحدث لا أخصص أي فترة. قلت لك عبد الحكيم أنا أن مشكلتنا هي مشكلة قديمة من بكري. احنا ما نرانا نكونوا احنا كل عام أو خالد هنا وراه شاهد، الشيخ شاهد والأخ شاهد، احنا كاين نوادي جزائرية أو فرق جزائرية انتدبوا لهذا الموسم 14 اللاعب. الموسم القادم انتدبوا نفس عدد اللاعبين. نعم. كل موسم ينتدبوا 14 15 وراهم يلعبوا في البوديوم، يلعبوا في وسط الميدان، وكل عام هذه. هل هذه استراتيجيه؟ اسكو هذه استراتيجي؟ اسكو راك قاعد تخطط؟ اسكو هذه هي لا بلانيفيكاسيون؟ لا، احنا رانا المشكل تاعنا الكفاءه ما عندناش على مستوى تسيير الانديه الجزائر. ملي جاونا الشركات هذو كثر المال الفاسد وكثر المال تحت الطاوله. ولكن من الواضح ولا رئيس مجلس الاداره ما عنده حتى علاقه بالكره القدم، راهو رئيس مجلس الاداره. مازال احنا نامنوا بولد الفريق ولد البلاد مدير رياضي، مازال نتكلموا سيد اونسيان جور ما عنده حتى علاقه بالتسيير، تقول انت روح مدير رياضي واش يدير ولا اكومبانياتور. طيب خلينا نسمع الى التصريح. طبعا زميلنا ياسين يعطينا تصريح لانه توقيت اقامه الشان يعطي لمجيد بوقره، يقول لك صعب من مأمورية المنتخبات وأيضا من لاعبين أيضا. C'est vrai que Machi, c'est pas facile pour toutes les équipes de faire une compétition au mois d'août, parce que les لاعبين doivent être en fin de préparation ou en préparation. Après c'était le même cas pour tout le monde. Sur Méziane, la veille de match, il avait mal à l'adducteur, parce que le terrain d'entraînement était très très dur. D'ailleurs on a eu quelques pépins par rapport à ça. Mais après, franchement, alhamdoulilah, sur l'ensemble, ça s'est très bien passé. En Ouganda, on a été très bien accueillis dans de bonnes conditions. Au Kenya, pareil. Ici, en Tanzanie, ils nous ont bien accueillis. Bon, quelques petits trucs à régler, mais dans le sens où que, voilà, c'était une bonne expérience, une bonne aventure pour tout le monde. طيب صعبة من مأمورية المنتخبات، وحتى هو يبرر أيضا. اسمح لي. توقيت الفترة. اسمح لي. دخول توقيت. إذا توقيت لازم تكون عندك استراتيجية اون فيزيون كما قالوا الاخوه كامل للامام، بمعنى انك لا بيريود هذه صعيبه على اللاعبين صحيين والنتيجه والمدرب.
كلها يعني كل شيء تكسره. كنا ما نروحوش كما ما راحتش مصر، كنا ما نروحوش كما ما راحتش تونس. الناس اللي تفكر باش تكون وتخرج. طيب يا جماعه اتفقنا على هذه الامور، بان الامور الفنيه كانت مشكله وعدد اختيارات لم تكن صائبه، وحتى المبرر غير مقنع لا يتقبله المشاهد، هذا ما وضحناه. الا ترى باننا نحن لا نخطط من زمان؟ عاشور يتحدث لك على مشكله رؤساء نوادي وشركات ونعطي المال، نحن نعيش في حاله الاستقرار، حاله الفوضى، اليس كذلك؟ اكيد. ونزيد نكمل كلام شيخ ميهوبي لما تحدث عن اذا كانت هذه الظروف، انت تعلم بهذه الظروف لم يكن هناك تخطيط حكيم، بدليل أنه مصر وتونس مثلا تفضل الاستثمار في نواديها لكي تذهب بعيدا وتلعب الأدوار الأولى في المنافسات القارية تشامبيونز ليج وكأس الكاف. هذه المنافسة حكيم ستؤثر على مسار الأندية المشاركة قاريا. ما نساوش أنه تقريبا رباعي المقدمة، شبيبة القبائل، مولودية الجزائر، شباب الوزداد، اتحاد الجزائر، جراو تحضيرات. لا نحكي على الأندية المشاركة قاريا، أجراوا تحضيرات بدون الركائز الأساسية، بدون أبرز اللاعبين، يعني تحضيرات عرفت وتيرة متذبذبة. أكيد صعوبات كبيرة واجهها المدربون، وبالتالي راح يكون عليها تأثيرات على الأندية، لأنه نولي لك حاكم أنه سيفريك منظومة فاسدة وفاشلة، ولكن ليس إلى درجة الخروج بهذه الطريقة، لا أقول المذلة ولكن ربما مهينة للكرة المحلية التي تصرف عليها ملايير الشركات الوطنية، لأن هذه الأندية أيضا شركات مفلسة لا تنتج شيئا، لا على مستوى الفكر، لا على مستوى التكوين، لا على مستوى التسيير، ولكن للأسف ليس إلى هذه الدرجة. يعني كنا نعلم بأن المنتخب المحلي صحيح ربما ليس الأقوى قاريا، ولكن على الأقل يكون متواجد في النهائي أو في المربع الذهبي، لأنه بالنظر لنوعية المنتخبات المشاركة. واضح. كمال أريد أن أتي إليك. طبعا تحدثنا عن الجانب الفني بشكل كامل، والآن نتحدث على بطولتك وعلى تسييرك أيضا. تحدثنا عن الشركات، هل هو درس للتعلم أم أننا نحن تلميذ غبي لا نستفيد من الدرس، بدليل مشاركاتنا السابقة لم نستفيد منها ولم نعطي البنوت تاعنا استفدنا منه، أم أنه نحن نسير نحو لا مشروع؟ أين تسير أنت؟ ما دام أن نفس الأشخاص التي تبقى على رأس الأندية أو رؤوس الأندية أو الفيدراليات، فيدرالية كرة القدم، فيدرالية الجزائر كرة القدم، أو حتى المديريات الفنية التي تغيرت الأمور، تغيرت الأسماء بطريقة يعني عشوائية. يعني يجب يعني تحميل حتى الفيدرالية الجزائرية لا تملك يعني مشروع يعني لتطوير كرة القدم الجزائرية. يمكن أن تحاسبها على فترة عامين بطبيعة الحال، يعني فقط. ما دام أن المنتخب فشل ومشى كما قال لك يعني بأحسن لاعبي البطولة الوطنية، ومقارنة يعني بالبلدان الأخرى اللي عندها استراتيجيات كما قال لك الأستاذ، مصر وتونس اللي فضلوا يعني يريحوا المنتخبات الأندية تاعهم واللاعبين تاعهم المحترفين. انظر حتى يعني الفيدرالية يعني عندها باع، يعني عندها مسؤولية في هذا الشيء اللي كيف يتغير؟ ما دام انهم نفس الاشخاص اللي راهم باقيين. ولكن تغير المشهد على كثير من الامور. نتحدث عن اتحادية تغيرت، على مديرية فنية تغيرت، على بعض الشركات تغيرت. هل يمكن ان نتحدث عن تغيرت الشركات، تغيرت الاتحادية وتغيرت كثير من الاسماء؟ هل يتغير مشهدنا ام انه سأتي بكم أستضيفكم على فترة بعد عام وأقول لكم نفس الكلام؟ شوف يعني التسيير لازم المال، وإحنا المال في الجزائر ما عندناش رجال أعمال كما في أوروبا ولا في العالم كامل اللي يجي يحط فلوس تاعو ويشوفهم يدخلوا من جهة أخرى. مستثمر. بارك الله فيك، استثمار. إحنا اليوم عندنا شركات اللي تمد فلوس ومن بعد دير ان بيلون مورا لي فينونسيون فان داني كامل نفدوا يدينا ونتكلوا على ربي ونعاودوا نجيبوا بيجي واحد اخر. صحيح. هذه يعني اليوم هذه هي الاشياء الحقيقيه. اليوم لازم هذا الشيء هذا يتغير من هذا الجانب. من هذا الجانب. تشيلسي يوم ما جابوا الدراهم من برا وجابوا سوفيتي الروسي هذاك اللي جابوه وجابوا حط فلوسه، ما قالولوش انت ماشي عيب، ماشي عيب انك اليوم تفتح هذه الفرق وفرق مثل مولودية الجزائر، شباب قسنطينة، فرق كبار اللي يقدروا يجيبوا الناس ممولين من برا، ولكن بنفس التسيير اللي يسيروا فيه في البلدان المحترمة تاع كرة القدم. نعم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أننا اليوم باش تسقم الكرة الجزائرية أنك تشوف والقاعدة أنك تشوف لو سبور دو ماس هذا نخليوه بجيه ونروحوا لاكاليتي دو فورماسيون في جميع النواحي. اليوم رانا ملاح لا في الجودو، لا في الهاندبال، لا في الفوتبول، لا في الناتاسيون، لا في الاتليتيزم، لا علاش؟ اللي كنا
احسن اختيارات. وسنأتي قبل أي دورة في الألعاب الأولمبية ونقول لكم باللي يلا روحوا شاركوا، ما نديروش نتائج، ما عندنا استراتيجية. كيف يصلح حالنا؟ نحن تحدثنا عن المدرب، تحدثنا على واقعنا، على شركاتنا بشكل عام. كيف يصلح حالنا؟ عبد الحكيم لازمها ريفيزيون، لازم كرة القدم تتعاود من دار وجديد في الجزائر. راني نتكلم على التكوين، نتكلم على هيكله النوادي، مانيش نتكلم يعني على المستوى الفني. المستوى الفني وقتها راح يتحسن اللاعبين تاعنا لي جون، كيف راح نروجوا الانتقال تاعهم، كيف وقتاش راح يحترفوا. شوف عبد الحكيم، احنا عندنا لاعبين خرجوا من الدوري الجزائري راهم في اوروبا على غير عمره بن 70 وكذا وكذا، فهمت؟ يعني احنا عندنا لابات، عندنا لا كاليتي، عندنا نوعيه. احنا مشكلتنا في التكوين، يعني التسويق على انك انت ولا شيء، لذلك لن تحقق اي شيء. تسويق خاطئ مبرر للفشل. ما نكونوش. هم كاين نوادي عندهم شركات دوكا منذ 5 سنوات جاتهم شركات وشراو ولاو زاكسيونير ماجوريتير، لحد الساعه ما عندهمش سونتر دو فورماسيون. شركه كبيره بان بيدجي تاع ملايير، الاف الملايير، لحد الان ما عندهمش سونتر دو فورماسيون. مو سونتر دو فورماسيون فقط، سونتر دونترينمون، باسكو سونتر دو فورماسيون سونتر دونترينمون سي اوتر شوز. يا اخي اون ا بيزوان دو سونتر دونترينمون واللي جون بارك الله، اماكن تدريب في جميع النواحي، في كاع، في كل. اليوم تروح الياس مهبول. الياس زمان كنا ندخلوا من 5 للفوق، وتعرف الناس اللي راهم خراو معايا الزملاء عليك، منهم خزار وحجار، سقسيهم والله العظيم ما يحبس لو سونتر من 5 للفوق، كل الفرق موجودين. محمد انا نقول لك، نطرح عليك سؤال، كيفاه احنا نبنيو مركز تكوين في نادي جزائري؟ كيفاه نبنيو؟ كل ما يعودش عندك انسان مختص في التكوين، انسان النادي مهيكل. نعطيك مثلا ليستر سيتي باعوا لاعب واحد فريد، بناو سونتر دونترينمون اللي فيه فندق وفيه 22 ملعب في مركز تدريب. اعطيتنا مقارنه بعيده. كيف يصلح حالنا؟ هل نحن نسير بهذه الطريقه، تفشل ثم ياتي مبرر، ثم تشارك في بطوله العرب، كاس العرب، تاتي كاس افريقيا، تخرج ما تخرج، نبقى ندور في هذه الحلقه؟ حلقة مفرغة فعلا، لأنه نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج. حكيم، لم نغير طريقة التسيير، لم نغير هيكلة النوادي التي تحدث عليها عبد العالي. سيفري كو النوادي التي تسمى بالنوادي الكبيرة ونوادي النخبة كبيرة بالاسم فقط، بتاريخها ربما في سنوات سابقة، في سنوات خلت، ولكن حاليا واقع الكرة يفرض أنه أكيد الكرة المحلية تشهد تراجع رهيب. حكيم، آخر تتويج في دوري أبطال إفريقيا يعود إلى 11 سنة، يعني مع وفاق سطيف في 2014. لم نعد نحقق نتائج مميزة، ما عدا ربما بعض الطفرات أو الاستثناءات، ولكن غياب التكوين على مستوى النوادي. ربما النادي الوحيد الذي يصنع الاستثناء هو نادي بارادو بأكاديمية لا تزال تقدم الكثير للكرة المحلية، بدليل اللاعبين اللي ذكرهم عاشوري وأيضا آخرين. بدليل كل موسم تقريبا نجم الدوري يكون سي لاتراكسيون، سي لاعب من بارادو على غير بولبينا آخرهم، وقبلهم بوداوي وبن سبعيني وعطال وغيرهم. وبالتالي للأسف النوادي رفضت السير نحو يعني منهجية التكوين، والتكوين لازم له ناس أيضا حكيم، لأنه لازم له أيضا إمكانيات. ونعود إلى هذه البطولة التي نصفها أحيانا بالمنحرفة بالنظر للمال العام، بالنظر للمال الفاسد الذي يتم تداوله من طرف دخلاء لا علاقة لهم بكرة القدم. نحكيو على ملاعب محشوشة اصطناعيا، ما تنساش أنه حتى ظروف إجراء المباريات شيخ ولينا الطارطون، يعني بعد نقلة نوعية الموسم المنصرم مع ملعب تيزي وزو، ملعب دويرة، ملعب 5 جويلية بالراقي في قسنطينة أيضا، ولكن هذا الموسم مع غلق ملعب 5 جويلية وبالراقي عدنا خطوتين إلى الوراء للأسف. وبطولة التي تلعب في ملاعب تقريبا بلدية لا تصلح لكرة القدم على مستوى النخبة، أكيد لا تنتظر منها أنه يكون مستوى عالي. تقدم للخلف، هل احنا نتقدموا للخلف؟ يعني كاين بعض تراجع، يعني بصح نستعملوا مصطلح بطوله ضعيفه شويه قاسي، نقولوا بلي بطوله مريضه ولازم لها اصلاح ولازم لها علاج. بطوله ضعيفه شويه، يعني باش قالنا ماهيش ضعيفه، هي مريضه. الفرق بين المرض والضعف. مريضه يعني تقدر تعالجها، ضعيفه يعني قيمتها مباشره. يعني بطوله مريضه كما قال لك، يعني بطوله اللي جابت لك لاعبين مثل السوداني وجابو، هذه ما تقدرش توصلها بالضعيفه الى حد ما. اخر كلمه طبعا، يصلح حالنا ام نبقى نسير على نفس المنهاج بنفس الطريقه وبنفس اللامشروع؟ طيب شحال عندنا احنا نتكلموا على هذه الاشياء كل شهر ولا كل شهرين، وحنا نتكلم على هذه الاشياء في الراديو، في التلفزيون، ما بيننا، في المقاهي، في
نفس الكلام. احنا رانا قاعدين شوف اليوم الفرق قال كلمه مليحه الاخ وين ما عدا بارادو نخرج دراهم نجيبه. لهذا يعمل باش يدخل دراهم ويعاود يسترجع فلوسه. استراتيجيه استراتيجيه. ما الانسان اللي عنده يدخل له دراهم كل مره وما يعرفش واش راهو يدير هذا نحن نجري وراء لاعبين باستثمارات بجلب لاعبين اخرين بسوق قال بالعيد راح شيبه القبائل يلا المولوديه تجيب ومولوديه وهران تجيب والثوره تجيب وهكذا بهذه الطريقه. خاصه هذا الموسم موسم استثنائي 4 لاعبين او 5 لاعبين يذكر الاسم تاعهم في كل يوم على مستوى الاعلام راهو في شبيبه القبائل وفي اتحاد العاصمه وفي قسنطينه او في مولوديه وهران والمبالغ هذو سي لي زونشير والمبلغ قاعد يصعد اموال كثيره لكن الرسمي اللي نجري وراه وندفعوا اموال هو التكوين هم اللي مراكز التكوين. مشكلة ايضا في الاسماء اللي تسير الان في واقع كره القدم الجزائريه. تحدث على النوادي ايضا هيكلتها بطريقه خاطئه. طبعا ما نقولش كامل لكن اغلب المسيرين اللي راهم على مستوى النوادي الجزائريه ينقصهم الهيكله ينقصهم التكوين. لازمنا هيكله لازم احترام الاورغانيغرام كي تحط رئيس مجلس الاداره لازم يكون رئيس مجلس الاداره بالفعل مرة. خالد يعني قال كل شيء في هيكله كل النوادي هذه اكيد لما تشوف يعني من يتواجدون على راس هذه النوادي تفهم كل شيء حكيم. لخصنا الامور يبدو باننا في واقع مريض فعلا ولكن بحاجه الى علاج، العلاج يطول ربما. شكرا لك كمان مرات، اشكرك جزيلا الشكر مع الميوبي، اشكرك دائما ان شاء الله نشوفك قريبا طبعا مع نادي قريبا. شكرا جزيلا عبد العالي عاشوري، دائما نكون سعيد دائما لما تجينا. وخالد معزوزي شكرا جزيلا لك في النهايه. واتضح بانك كنت على حق للاسف لما من بدايه طبعا للاسف اكيد لانه كنت اتمنى نكون غلط والمنتخب صحيح لكن كانت الحديث كان واضح على اننا لن نكون احنا كننتقدوا حكيم سون با دير بلي نكرهوا المنتخب ونتمنوا له الفشل. بالعكس البارح عشنا المباراه على الاعصاب وفي ضربات الترجيح ولكن للاسف طبعا تلك الخيارات دفعنا بدون خلفيه طبعا. اكيد بدون اشكرك خالد، اشكركم طبعا مشاهدي الافاضل.